خايفين على اولادنا. انا معايا ولدين اخاف هم 11 اخ لو مات نصهم هيبقى عندها. انا ما عنديش حد، هم 3 موتوا لي واحد وفاضل 2 والاثنين متجوزين ومعاهم عيال وهم اللي بيصرفوا علينا وشايلين بيتنا. الراجل اللي بيتكلم قدامكم ده مش عارف يتكلم لانه مريض عده جلطات في المخ وشبه جلطه في القلب، عشان كده مش عارف يركز ويتكلم. احنا بنناشد الحكومه والجهه كل الجهات المسؤوله ان يجيبوا حق مصطفى ويحمونا. انا عايزه اعمل محضر بعدم التعرض ليا ولاولادي والاولاد ولادي. دي عالم غداره ملهاش امان. يعني هم بعد ما قتلوا مصطفى وراح القصر العيني معانا رقم التليفون موجود بالتاريخ بالتوقيت. هددوا والده. تاني يوم مصطفى ما اتقتل، ما اتضرب يوم الجمعه. تاني يوم معانا التوقيت ومعانا التليفون الرقم. واليوم احنا ما بنكدبش. ويعملوا تحريات زي ما هم عايزين والحكومه بتجيب الحق. الحكومه مش نايمه اصلا عشان هي تتكلم ولا غيرها يتكلم. ده حق ربنا هو اللي هيجيبه. ربنا يصبرك يا حاج يا رب. يعني هي دلوقتي عماله تعمل في اشاعات وتقول حاجات ما حصلتش علشان بيقولوا عليا انا وريت حضرتك على التليفونات الصفحه بتاعتهم ان انا مسجله وطالعه من 10 سنين سجن بقالي 2 سنين. انا اوريك معايا كام باسبور وعامله كام عمره. مش مسجونه. واي حد من المسؤولين يجي ياخد بطاقتي ويكشف عليها. ليه بيشهروا بيا ليه؟ عشان تبرئ ابنها القاتل؟ لا هو القاتل واعدام هيتعدم برضه. ان ربنا ما بيسيبش حق حد. ومن قتل يقتل لو بعد حين.